السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في عهد عمر بن الخطاب جاء 3 أشخاص ممسكين بشاب وقالوا: يا أمير المؤمنين، نريد منك أن تقتص لنا من هذا الرجل، فقد قتل والدنا. قال عمر بن الخطاب: لماذا قتلته؟ قال الرجل: إني راعي إبل وماعز، واحد من جمالي أكل شجرة من أرض أبيهم فضربه أبوهم بحجر فمات، فامسكت نفس الحجر وضربت أبوهم به فمات. قال عمر بن الخطاب: إذن سأقيم عليك الحد. قال الرجل: أمهلني 3 أيام، فقد مات أبي وترك لي كنزا أنا وأخي الصغير، فإذا قتلتني ضاع الكنز وضاع أخي من بعدي. فقال عمر بن الخطاب: ومن يضمنك؟ فنظر الرجل في وجوه الناس فقال: هذا. فقال عمر بن الخطاب: يا أبا ذر، هل تضمن هذا الرجل؟ فقال أبو ذر: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: إنك لا تعرفه، وأن هرب أقمت عليك الحد. فقال أبو ذر: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. ورحل الرجل. ومر اليوم الأول والثاني والثالث، وكل الناس كانت قلقة على أبو ذر حتى لا يقام عليه الحد. وقبل صلاة المغرب بقليل جاء الرجل وهو يلهث، وقد اشتد عليه التعب والإرهاق، ووقف بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال الرجل: لقد سلمت الكنز وأخي لأخواله وأنا تحت يدك لتقيم علي الحد. فاستغرب عمر بن الخطاب وقال: ما الذي أرجعك؟ كان من الممكن أن تهرب. فقال الرجل: خشيت أن يقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس. فسأل عمر بن الخطاب أبو ذر: لماذا ضمنته؟ فقال أبو ذر: خشيت أن يقال لقد ذهب الخير من الناس. فتأثر أولاد القتيل فقالوا: لقد عفونا عنه. فقال عمر بن الخطاب: لماذا؟ فقالوا: نخشى أن يقال لقد ذهب العفو من الناس. وأما أنا فنشرت هذه القصة لكي لا يقال ذهبت دعوة الخير من الناس. إذا أتممتم الفيديو صلي على رسول الله واعمل متابعة.